بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. الهواية في خطر، طبعا في خطر. الكلفة النهاردة يا جماعة كويسة ب 30 جنيه وب 32 جنيه، وفي حاجات ب 35 جنيه، والمتوسطة ب 24 وب 25 وب 26. طبعا ده شيء كارثي، والمتوقع يا جماعة إن كيلو الكلفة ممكن يعدي الكلام ده. الحلول ايه والهواه؟ احنا شايفين الناس كلها في تشتت والناس كلها في حيرة. احنا كلنا بمنتهى الامانة، كل الناس يعني اللي عندها حتى حمام كويس محتارة، مش عارفة تستغنى عنه، خاصة الناس هواة الزاجل. عايز يكون عنده افضل من باب، وما ينفعش يعني الزاجل بالذات عكس الزينة. الزينة ممكن تسيب لنفسك اصلا ثلاثة اقوياء وخلاص مستوى عالي، بس الزاجل غصب عنك بتمسك كل فرد، بيصعب عليك لان ده باب وده باب وده باب. بس ان شاء الله هنقول لحضراتكم حلول ممتازة جدا، وحلول ان شاء الله تعدي بيها من يعني التشتت والوضع النفسي اللي احنا كلنا فيه. اول بس حاجة يا جماعة عايز اقول لك عليها، ان عشان تجيب شكارة كلفة النهاردة عايز لك 700 800 جنيه، 25 كيلو. لو عندك 30 40 جوز عايز لك يوم ويوم شكارة كلفة. لو عندك 10 تجواز عايز لك اقل حاجة كل اسبوع شكارة كلفة. طبعا الموضوع كده زاد عن حد التوقعات وعن طاقة الناس. فلازم تعمل لنفسك كده شوية حاجات تمشي عليها. اول حاجة، لو انت بتسمعني وغاوي زاجل، حاول تقلل حمامك. حاول تقلل حمامك. ذكائك بقى ان انت تسيب حمام قليل وناجح، والفرد الحمام لامم اكتر من باب. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ما يكونش عندك مثلا فرد حمام ابوه كذا وامه كذا، لا، انت ممكن يكون عندك فرد حمام لامم له 7 8 ابواب ناجحين، ويحمل دماء بطولة من جميع السبع والثمان بيبان من عائلات ناجحة. دي اللي احنا كلنا بنعمله دلوقتي وماشيين عليه. الحمام هيصعب عليك ببند ناجحه ومحققه، بس انت هتعمل إيه؟ انت لازم تقلل عدد حمامك دلوقتي، عشان بس نكون بنتكلم بمنتهى الصراحه. اي حد يضحك عليك ويقول لك بدائل الكلفه، كل ده كلام فارغ وكلام فاضي. هتجيب بدائل الكلفه ايه؟ هتجيب عليقه. العليقه النهارده برضو غاليه. هتجيب ايه؟ العليقه بتعمل سموم كبديه وبتعمل مشاكل وبتخلي الفرد الحمام عمره قصير. عشان بس نتكلم، ما فيش يا جماعه بدائل للكلفه. اللي يقول لك ان في بدائل للكلفه ده يا اما مش دارس يا اما بيتكلم وخلاص. فالكلفه اساسيه مفيش فيها كلام. ده زي الاكل الانسان الصحي، احنا الاكل اللي احنا متعودين عليه ما ينفعش يكون ليه بدائل. مفيش كلام من ده. فعشان بس نكون ماشيين على طريق سليم وما نقعدش نألف كلام. الكلفه مهمه، تقلل عدد حمامك. الناس اللي بتربي زينة وبتسمعني، خليك في المستوى الطب، لان النهارده اصلا اللي عنده مستوى متوسط بيقعد يتكلم نفسه وما بيبيعش حاجه، لان الناس كلها خلاص عندها وعي والوقت والهوايه في تطور كل يوم. فانت قلل عدد حمامك، دخل حمام عالي مستوى عالي، سواء انت غاوي زينه من كلارات لفانتيلات يعني البول هيد لقواطع. كل الحمام يا جماعه طور نفسك. لو عندك 20 جوز خليهم 5 جواز، ولو ال 20 جوز مستواهم متوسط بيعهم كلهم، وهات لك جوزين ثلاثه او 5 جواز مستوى عالي. طبعا الحمام اللحم شفناه في اسعار متزايده وبيغلى، لان ده طبعا يا جماعه اكل. فطبعا اللحوم يعني بتخش في خانه اللحوم دي. فالنهارده الزغاليل برضه بتعدي، لان الكلفه غاليه، وكل ما الكلفه هتغلى كل ما اللحم الفرنساوي هيغلى. ده طبعا جانب تاني. حمام اللحم الفرنسي هنتكلم برضه عنه. الحمام الكينج نفس النظام. طور نفسك، بلاش كينج محلي بقى وشعبي، خليك في الاستيراد او ولاد الاستيراد، الحمام الطب والالوان المميزه. ركزوا يا جماعه شويه على الالوان المطلوبه. الحمام يعني بصفة عامة ما عادش ينفع تكتر عدد الحمام. أول حاجة هتوفر كلفة. تاني حاجة المكان ويعني وتعبك والمجهود يعني الجسماني اللي انت بتبذله في تنظيف حمام. كل ما الحمام يكون قليل عندك كل اصلا مش هتزهق من الهوايه، وكل ما هتحقق ربح من الهوايه. لما يكون مثلا عندي 5 تجواز مستوى عالي، يطلعوا لي 5 تجواز زغاليل بسيبهم يبقوا شباب، بعرف ابيعهم كويس، بعرف يعني ارض الفرد الحمام يعني بيتباع بسرعه، وبمسك معاه قرش بيغطي بقى مصاريفي والكلام ده. حتى بعرف اسيطر على فرد الحمام. كل ما حمامك يكون قليل كل ما تعرف
تاكل يعني تسيطر على الحمام. الفرد التعبان بيبان بسرعه غير ما يكون لابخ نفسه ومكتر في عدد الحمام. اللي يعني في توقعات بتقول ان الكلفة لسه هتعدي اكتر من كده يا جماعة. وشايفين دلوقتي في حالات ذهول في السوق، في سوق الحمام في مصر. في ناس، الناس اصلا ما فيش تركيز، حتى اللي بيبيع عايز يبيع ويتخلص. في ناس، اعرف ناس قسما بالله ذبحوا حمام غالي جدا، ويعني مش عايز اقول لكم الجزء بكام. الناس يعني الوقت اللي هتستغرقوا انك تبيع الحمام هيكون كل بتمنه، فالناس بتريح دماغها. في حالات ذهول في الاسواق. الناس كلها طبعا مزاجها مش مظبط، لان في ناس كتير بتسيب الهواية غصب عنها. في ناس دخلها قليل بس في نفس الوقت بتحب الحمام، فما عادتش قادرة تصرف على الحمام. انت متخيل ان انت ممكن يكون عندك 5 جواز حمام تجيب لهم كل يوم 3 كيلو او 4 كيلو كلفة، بتخش في 150 جنيه. انت متخيل ان انت ممكن تصرف على 5 جواز حمام 5000 جنيه شهريا؟ الموضوع يا جماعة موضوع بقى صعب. هتقول لي الحمام هيغلى، هقول لك لا، حمام الزينة ممكن ما يغلاش، حمام الزاجل ممكن ما يغلاش. الحمام اللي ممكن يغلى هو الحمام البلدي، هو الحمام اللحم الفرنسي. كل حمام الاكل هو اللي يغلى، اما الهواية هيتخلص من كل حاجة بتكلفه وبتسحب منه. لان زي ما انت شايف في تكتس في الاسواق، الناس كلها عندها حمام، فهيصبح ان ان العرض اكتر من الطلب. فخلي بالك ديت عامل مهم جدا وخطر. هتلاقي الناس كلها بتبيع رخيص، فخلي بالك من الكلام ده. قلنا مفيش بدائل للكلفة عشان بس الناس ما تقعدش تقلب. في بدائل للكلفة في حالات معينة. ازاي؟ ان انا اقلل الاكل اللي انا بقدمه للحمام عن طريق الزيوت والخمائر. الزيوت الطبيعية يا جماعة مهمة جدا. الزيوت الطبيعية عبارة عن، اتكلمنا عنها طبعا، بتجيب مخلوط مثلا نص كيلو من العطار، زيت فجل، جرجير، كرفس، حبة البركة، كبد حوت، اللي اتكلمنا طبعا جنين قمح اللي اتكلمنا عنها قبل كده في فيديوهات. وبتلبخ مثلا 10 سنتي على كيلو كلفة. لو الحمام بياكل 3 كيلو كلفة من غير زيوت، هياكل كيلو واحد بس بزيوت، لان هي بتعمل عمليه اشباع لفرد الحمام. حلول بقى احنا هنتكلم مع حضراتكم عنها، ازاي توفر كلفة، بس مفيش حاجه اسمها بدائل الكلفة. ازاي توفر من اكل الحمام. ان شاء الله نعمل لحضراتكم فيديو عملي عن الموضوع ده. اللي عايز برضو ااكد عليه في الفتره الجايه، خاصة الحمام الزاجل. طبعا عدد المتسابقين في كل الفروع بتقل. ليه؟ بسبب غلاء الكلفة وبسبب غلاء الأدوية والعوامل دي. ممكن تسيب حمام قليل وتهتم مثلا بالنقاط المشتركة. ورغم ان النقاط المشتركة في مصر عليها علامة يعني تحفظ وتعجب، وهنتكلم برضو عن النقطة دي بمنتهى الأمانة والصراحة والجراءة، بس إلى حد ما برضو يعني النقاط المشتركة يعني هتبين مجهودك وهتساعدك برضو في حاجات كتير مهما كانت اشتراكها يا جماعة. إن شاء الله للحديث بقية والكلام مش هيخلص. لو اول مره بتشوفنا ومش مشترك في القناه تشترك وتشرفنا، ولو عجبك الفيديو لايك وريت مشاركه عشان غيرك يستفاد، وما تنساش الصلاه على النبي. ولو محتاج اي حاجه نتكلم فيها اكتب لي في التعليقات، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي فيديوهات اقوى واجرأ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.